السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتونا كتير، معلش اتاخرنا عليكم شويه بس رجعنا لكم بحاجه تقيله كده. عملنا الكوارع بطريقه سهله وبسيطه. يا رب لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ما شاء الله اللهم بارك، شايفينها طلعت معانا كده زبده في الاخر بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي مع بعض. عملناها بطريقه سهله جدا، من غير بقى ما نسلق مره ونرمي الميه وبعدين نسلقها في ميه تاني. لا، عملتها بطريقه سهله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. اشتركوا في قناتي عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بسم الله كده نبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. هنبدأ بالمكونات بتاعتنا. انا جبت دي رجل بقري. جبتها كده وغسلتها كويس جدا. غسلتها من 3 ل 4 مرات، نقعتها مره في دقيق ومره في خل ومره في ليمون ومره في ملح عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره كده. وغسلتها كويس جدا. ومعايا طماطمتين ومعايا بصله ومعايا معلقه فلفل اسود ومعايا ورق لوري ومعايا قرن فلفل كده ومعايا جزره مقطعاها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ومعايا فصين من الثوم ومعايا معلقه سمنه كبيره، هتفرق في الطعم جدا. يلا بينا بقى كده ناخدها على النار ونشوف هنعمل فيها ايه. جبت حله كده وحطيت فيها معلقه السمنه البلدي دي، هتفرق في الطعم جدا، هيديكي طعم وريحه كوارع ولون كمان تحفه باذن الله. حطيتها بقى كده على النار، هسيبها لما تسيح. وبعدين هنزل بمعلقه فلفل الاسود. بحب كده ريحه الفلفل الاسود مع السمنه، بتبقى تحميرتها جميله جدا. جربوها كده مع التوابل. وبعدين هنزل عليها كده بفصين من الثوم. وبعدين هننزل عليها بقى بالخضار، الطماطم والبصل والفلفل والجزر وورق اللوري. هسيب بقى كده الخضار بتاعي ريحته تطلع مع السمنه كده لحد ما يتحمر شويه. بجد الطريقه دي حلوه جدا. احسن بقى ما اجيب الاول، ما بعملهاش زي الناس اللي بتجيب الميه تغليها الاول وبعدين تحط فيها الكوارع. الكوارع كده بيبقى ملهاش اي لازمه، يعني بتنزل كل شوربتها وكل الطعم والريحه بتنزل في الميه اللي هي بتتكب دي. لا، انا غسلتها كويس جدا ودلوقتي هتشوفوها مش هيكون فيها اي ريم ولا اي حاجه. خلاص كده انا تبلت الخضار بتاعي كويس جدا. هنزل بقى كده بالكوارع بتاعتي. شايفين ما شاء الله يعني من النظافه شكلها عامل ازاي. تتغسل كويس جدا كده عشان ما يبقاش فيها اي ريحة زفارة او اي ريحة حاجة. هنزل بقى بيها كلها كده واسيبها تتبل كده لحد ما تاخد لون حلو معايا او تتحمر كده من تحت مع المكونات كده اللي هتتحمر في السمنة بقى والطماطم والبصل والحاجات الحلوة اللي احنا حاطينها دي. شايفين لونها بيغير ويبقى حلو ازاي معانا. لو مشتركتش في القناة انزلي اشتركي دلوقتي عشان يوصل لك مني كل جديد. هسيبها بقى من حوالي من 10 ل 15 دقيقة كده في السمنة مع المكونات الحلوة دي لحد ما تنزل كل البهاريز اللي فيها كده. شايفين اللون ده بقى، اللون ده تحفة كمان يعني. هو كان اكتر من كده التحمير كمان، بكون بقى محضرة مية مغلية وهنزل بيها على الكوارع. وطبعا الملح مش بحطه غير لما الكوارع بتاعتي تدخل في السوا، يعني تكون استوت خلاص. شوفوا بقى مفيش اي شوائب ولا اي حاجة ما شاء الله، عشان الكوارع مغسولة كويس جدا ومنقوعة. كده خلاص الكوارع بتاعتي خدت حوالي على النار 3 ساعات اللهم بارك، وطلعت كده حاجة زبدة. يلا بقى نغرفها مع بعض ونشوفها كده مستوية ولا ايه. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين وعاطيني شوية شوربة كده. ما شاء الله عليهم، يعني الشوربة دي مفيدة جدا لأي حد عنده تعب أعصاب. حلوة جدا للمفاصل. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. والسلام عليكم.